الله 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 على الجمال وعلى الحلاوة وعلى الطعامة، كبدة مشوية على الجريل تحفة. أهم حاجة عايزة تعرفي الطريقة، يا ريت تشرفيني وتتفرجي على الفيديو وما تنسينيش في اللايك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض كبدة مشوية على الجريل. الكبدة المشوية على الجريل طريقة، طبعا انا هعمل لك، انا دايما كده بسهل لك الامور وبعمل لك بطريقة سهلة والطعم حكاية بصراحة. بنجيب الكبدة بنقطعها شرايح زي ما انت شايفة كده، شرايح كده، شرايح بسيطة، ولا هي تخينة ولا هي رفيعة. بتقطعيها كده ازاي؟ ان انت بتجمدي، لازم الكبدة عشان تطلع معايا شرايح زي ما انت شايفة بالشكل ده لازم تتجمد معاكي، وبعد كده تطلعيها سيبيها تهدى شوية وتقوم قطعاها، هتتقطع معاكي زي الفل. معايا هنا جاي معاها كوز القلب، ده كوز القلب ده جاي معاها، فانا برضو قطعته معايا شرايح. تمام كده كده. انا ان شاء الله بقى توابلنا وحالنا كله ايه على الجريل. يلا كده رجعنا يا حبايبي تاني. ادي الجريل حطيت عليه شوية زيت، لو انتي عندك ليا ممكن تحطي على شوية الزيت دول حتتين ليا يطعموا لك العمل. تمام. انا هنا طبعا عندي تسوية الكوز القلب مش زي تسوية الكبدة، فانا هنزل الاول عندي اشوح الاول ايه الكوز القلب بتاعي الاول بالشكل ده. طبعا كوز القلب معاكي لازم ترققيه عن الكبدة، لان طبعا هو بياخد تسوية عن الكبدة، فانا هحطه كده الاول في جنب كده، وبعد كده هننزل بالكبدة عندي. هنشوف كده، ايوه بدأت تقب اهي، واقلب كده. تمام، حلو خالص. دي لسه لازقه. اللزقه ما تحاوليش ان انت تقعدي تعمليها بالعافيه، تبصي تلاقيها لزقت ايه، باظت معاكي. هاجي بقى على الجنب التاني ده وهحط الايه الكبده دي بقى، احط الكبده كده بسم الله. هنحط لحد ما الجريل عندي يتملي، وهنسيب شويه وبعد كده نكمل يعني. تمام كده. هنقلب. النار معايا عاليه، خلي بالك لازم النار تكون عاليه علشان ما تجيبش ميتها معاكي، وانا ما اقدرش احط الكميه كلها، لو حطيت الكميه كلها هتبرد لي الجريل عندي وهتقوم بقى جايبه ميتها وتتبهدل عندي، فانا استنى عليها شويه لما دول يتحمروا اما اجنبهم واخد الباقي. اجيب بقى كده على جنب، دول خدوا صدمه من ايه، من الجنبين، احطهم كده ايه على جنب كده. تمام. واحط المكان الفاضي ده اقوم جايبه وحاطه كده. هحط معاها ورق لورو، ورقتين لورو كده، حبه روزماري، كده بقى هنقلب. وبدأت تطلع بكل سهولة كده اهي. حطينا بقى الايه الروزماري، ادالنا ريحة جميلة مع ورق اللورو،
هيديلنا ريحه حلوه قوي للكبده بالشكل ده. فص حبهان برضو، يا سلام بقى لو كان الورق اللوري ده مطحون يدي ريحه بقى جميله قوي قوي يعني. بس انا لسه بقى هطحن بقى التوابل باذن الله عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. شوف بقى توابلنا ونشوف هنعمل ايه. هحط هنا بقى ايه فصين توم كده، هقطع فصين توم كده عليها بالشكل ده، برضو تدي ايه ريحه وطعم حلو. تمام. وهحط معايا الفلفل، طبعا الفلفل يكون حراق بقى ايه عشان يدينا يعني حاجه سبايسي كده. اقلب كله بقى على بعضه بالشكل ده، لان كله بقى خلاص خد عندي الصدمه اللي انا عايزاها. اقوم مقلبه كله على بعضه كده. تمام. هحط بقى ايه بقيه توابلي، طبعا الاساسي الفلفل الاسود الاسمر، معانا شويه كمون، معانا حبه قرفه ناعمه، وشويه جنزبيل كده، وشويه بقى ايه بودر، وادي بصل بودر. لو انا كان عندي توم بودر كنت استغنيت عن فص التوم ده وكنت حطيت توم بودر، فخلاص طبعا مش عندي فانا حطيت الفريش، طبعا بيبقى احلى. خلاص كده اهو بدأت عندي تستوي، تخش في السوا، لان الكبده عندي ما بتغيبش. احط لها بقى ايه ملح والصويا صوص وكده يبقى تمام. هتاكلي ايه مع الكبده دي؟ اعملي جنبها بقى شويه مكرونه تبقى مية مية. عايزه تعمليها في سندوتشات ماشي شغال. شويه صويا صوص بقى ايه يدولنا ايه الطعم واللون الحلو بتاع الكبده. ولو عندك مثلا شويه دبس رمان شغال، هريسه شطه صغيره، ايوه كده. يا صلاه النبي يا صلاه النبي صلوا على النبي يا جماعه، صلوا. بسم الله ما شاء الله، ريحه فظيعه. الله الله الله، ريحه جميله جميله جميله. نار تاخد سوا شويه، لان عندي كوز القلب ايه بيغيب شويه في السوا عن الكبده. ههدي النار بقى وهغطيها بورقه فويل وهسيبها شويه قيمه 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. هي الكبده عندي مش هتغيب، انا بس عامله على الايه عامله على كوز القلب. خلاص كده. شويه الملح قبل ما نحطها بقى، قبل ما نحط عليها الفويل، رشه ملح صغيره كده. انا عايزه التحميره بتاعتها ده تتحمر معايا وتغمقي معايا كده تبقى حلوه. خلاص طبعا انا مهديه عليها النار. هديلها بقى ايه، بصوا هي الكبده استوت ما شاء الله. الكبده استوت، يعني احنا ممكن ننشل الكبده ونسيب نشوف الكبده كلها ما شاء الله استوت، مش محتاجه نغطيها بورق فويل ولا حاجه. انا اشوف بس الايه، اشوف معايا كوز القلب اخباره ايه. ننشل الكبده ونسيب كوز القلب الاول. هجيب طبق بقى كده علشان الكبده لو قعدت اكتر من كده تشد معايا، واحنا عايزينها ايه بخيرها كده وحلاوتها دي. هجيب طبق بقى اشيل فيه الكبده ونسيب كوز القلب هو شويه. ده استوت اهي، يعني بصي نسيب الكبده كده تلاقي صبعك غرز تبقى استوت. ده بقى كوز القلب، نشوفه مع بعض كده اخباره ايه. لا لسه بيشد معايا. هسيبه، اشيل الكبده بقى ونسيب كوز القلب شويه.
اهي. كده تمام، خدنا الكبده كلها. كده خدنا الكبده كلها. فاضل عندي بقى شويه كوز القلب دول اللي محيريننا تعبنا، يعني ما كانوش موجودين، كان خلاص الاكله تعتبر استوت معانا، ما خدتش مننا حاجه. هعمل ايه بقى علشان كوز القلب يستوي؟ هحط له شويه ميه صغيرين سخنين، معلقتين ميه بس علشان يستوي فيهم. كده بقى هحط شويه ميه كده بس كده. كده تمام. هغطيهم بقى واسيبهم 10 دقايق. 10 دقايق يستوي. ههدي عليهم النار دقايق ان شاء الله، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فاصل ونواصل. كده خلاص عندي بقى كوز القلب استوى. هكشف بقى عليه كده ما شاء الله اهو، وشويه الميه عملوا لي صوص حلو. هنزل بقى ببقيه الكبده بقى عندي وكله يسخن وهنشوف هنعمل ايه. هنزل بقى بقيه الكبده كده، هعلي بقى النار عشان الكبده تاخد عندي من الصوص ده، وهنعصر عليها عصره ليمونه. لازم نعصر على الكبده عصره ليمونه علشان الكبده فيها حديد، والحديد ما بيمتصش الا بعصره الليمونه دي بفيتامين سي. كده بس ما تكتريش، عصرتين بس عشان ما يعملهاش مززه بس كده. ايوه حلو قوي خالص. هنعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي معلقه على حته فحمه. حته فحمه عندي على النار تحمر، واقوم حطاها عندي هنا معاها ونغطيها بالفويل وتاخد ريحه الفحم. قال ايه يعني احنا شويناها على ايه على الفحم يعني. اعملها كده ماشي، حطها في النص كده اهو. وادي فحمتنا الحلوه اهي. هنحط عليها نقطه زيت صغيره بالشكل ده وهنغطي. تاخد بقى من ريحه الفحم وكده اكلتنا خلصت. هنجرنش بقى ونشوف الطبق. يلا بينا. كده يا حبايبي رجعنا بقى بعد ما الكبده عندي استوت. هنحطها بقى عندي في الطبق. بسم الله. هناخد بقى ايه الكبده معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايفه كبده جميله ريحتها تحفه. وهحط بالشكل ده. شايفين بقى الجمال والريحه والطعم. انا كان نفسي الريحه توصل لكم بصراحه، لو بقى في تصوير ريحه الاكل توصل لكم كده. اوه كنت بقى قلت لا ده احنا عايزين ناكل بجد يعني. بجد بجد طعمها تحفه. والريحه الحاجه بص انا بحب ريحه الاكل، بتبين قد ايه الاكله دي بقت حلوه. لما تلاقي ريحتها حلوه ومفحفحه كده في البيت ويقول لك ايه الريحه الجميله دي، تعرفي ان ايه الاكله ديت فعلا طالعه طعمها جميل. كده يا حبايبي خلاص الفيديو بتاعنا خلص واكلتنا الجميله خلصت. كبده المشويه قدمي معاها. انا معلقه بقى اعمل مكرونه مع شويه مكرونه حلوين، هتبقى بقى معاكي تحفه. وادي كده ورديه صغننه كده. وكده اكلتنا ايه خلصت.
يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسناش في اللايك وما تنسناش في الشير، ولو انت اول مره تتفرجي عليا ما تنسنيش في تفعيل الجرس ليصل كل جديد. وكان معاكي مطبخ ما اقولكش، والسلام عليكم.